السلام عليكم. اليوم غادي نوجد واحد الوصفة هندية زوينة. كنتمنى تتبعوا معايا باش تشوفوا كاع المقادير والمراحل ديالها. ايوا بسم الله. غادي نبداو باول حاجه هي البصله. غادي نقليوها في الزيت. غادي نحتاج قرفه عواد، شويه ديال القرنفل، شويه ديال الكمون والبزار حبوب. غادي نسخنو شويه في المقله وغادي نطحنهم حتى يوليو باودر بحال هكا على شكل بودره، باش غادي نستعملهم في التتبيله ديالي. المهم دابا كنرجع البصله كنبقى نحركها مزيان باش تقلى وتاخد اللون. صافي هنايا كنطفي عليها، راه كتكمل التحمار ديالها في هذيك السخونيه. كنحيدها والسر باش كتكون مقرمشه وكتنشف هو انكم كديروها فشي صفاي بحال هكا مشبك باش يبقى يدخل ليها الهواء من كاع البلايص. صافي وكتنشف وكتولي مقرمشه. في نفس هذيك الكاسرونه اللي قليت فيها البصله كنخلي شويه الزيت كنقص منه وكنزيد الدجاج، طروفه ديال الدجاج هكا. هو من الاحسن في هذه الوصفه الدجاج يكونوا فيه عديمات بحال هكا، تختاروا الفخاد ولا الصدر، غير المهم يكون فيه شويه العظومه. صافي وغادي نوريكم التوابل اللي غادا نحتاج يوغورت يعني دانون مسوس اللي غادا نزيد معاه 4 ديال الفصوص ديال الثومه، وغادا نزيد هذاك التوابل اللي طحنتهم في الاول. غنزيد الملح، البزار، الخرقوم والبابريكا وحتى شويه من هذيك البصله اللي قليت. صافي غنطحن هاد التوابل كاملين، غنطحنهم مزيان، وهما اللي غادا نزيدهم على الدجاج ملي غادي يتقلى. هنايا الدجاج كما كتشوفوا صافي راه خدا هذاك اللون اللي انا محتاجه، كيولي بحال هكا. صافي ملي كيتشحر مزيان 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 صافي غادا نبدا نزيد عليه في هذاك الخليط اللي طحنت. المهم ما تديوش على ديك الطحانه ديالي، راه شويه مهرسه ومكرفسه واحد شويه ولكن قاضيه الغرض. المهم غادا نزيد هاد التتبيله على الدجاج وغادي نخليه يتشحر فيها واحد شويه. غادي نغطي عليها ونخليه حتى غادي يشرب هاد العطريه مزيان. وكما كتشوفوا الدجاج خدا اللون ديال هذيك التتبيله ولا ملسم واللون ديالو زوين. صافي غادي نزيد عليه واحد البطاطا مقطعه، حتى هي غادي نشحرها شويه مع الدجاج حتى غتشرب هاد العطريه. عادي غادي نمرق عليهم. دابا غادي نزيد عليهم الماء. هذيك الطحانه كنزيد عليها الماء باش ما تضيعش ليا هذيك التوابل،
وهما باش كنمرق. نتوما كتشوفوا اللوين كيفاش زوين. صافي هنايا كتاخدوا الروز بسمتي كتغسلوه مزيان صافي وكتسلقوه واحد شويه ماشي بزاف، يعني تقريبا شي 10 دقائق مع شويه ديال الهيل والبزار صحيح وهكا وشويه القرنفل صافي، وكتخليوه بحال هكا كيتسقطر. هنا ملي دازت تقريبا 45 دقيقه الدجاج طاب وحتى بطاطا صافي كنبدا نزيد عليهم الروز باش يكمل الطياب ديالو هنايا. انا كيعجبني نزيد حتى شويه ديال الزبده من الفوق اللي بغيتو صافي. وتقريبا كيحتاج ربع ساعه باش يكمل الطياب ديالو. هذا الروز ربع ساعه صافي كافيه باش يتنسم حتى هو بهذوك المذاقات ديال المرقه. المهم راه كنخبط هنا في المعلقه مزيان كنصدعكم شويه صافي كنسد عليها وكنخليها تقريبا ربع ساعه كما قلت لكم. صافي من بعد هنايا كنديروا السر اللي يزين هاد الوصفه. هو نورمالمون هنايا خصكم تزيدوا شويه ديال الزعفران الحر، هذاك الزعفران شعره كديروه مع شويه ديال الماء طيب سخون وكديروه من الفوق، ولكن ما عنديش. دابا غادي تاخذوا هاد الطبيصيل غادي نديروا فيه واحد شويه ديال الزيت وغادي ندير واحد الفاخره غادي نشعلوها مزيان وغادي تحطوها في هاد الزيت هو اللي كيدير هذيك المذاق ديال الشوا بحال كيولي عندكم مذاق ديال الشوا في هاد الوصفه. صافي دابا خصكم تغطيو مزيان 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 عليه باش ما يخرجش هذاك الدخان، ولكن كيعطي واحد النسمه لذيذه نسمه ديال الشوا. صافي كتسدوا عليه وكتخليوه حتى كيرتاح على خاطرو. هنايا راه خليته تقريبا مهم صافي هنا راه جاهز. كتخليوه حتى كتبغيو تقدموا الاكله ديالكم. صافي دابا كنحل عليه هذاك الطبسيل راه سخون سخون بزاف، حاولت نحيدو بيدي ولكن سخون، فغتجيبوا شي حاجه باش تهزوه صافي. وكيكون الطبق ديال اليوم وجد. غادي نخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التقديم وديال التزيين. صافي كتزينوا بهذيك البصله اللي حمرنا في الاول
وشويه ديال الربيع باش يعطي اللون. صراحه جا لذيذ بزاف هاد الطبق. المهم انا اي وصفه عرفتها جديده غادا نجربها معاكم، وكاملين نتعلموا ونجربوا اطباق جديده، علاش لا. المهم الى عجبكم فيديو ديال اليوم ديروا لي اشتراك. شكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم.